اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الإصابة تداهم الحمدان قبل مباراة السعودية والجزائر. التعاون يرد على عرض الهلال لضم مندش في الشتوية. الفتح يستهدف ضم ثنائي الهلال ومهاجم الشباب في الشتوية. بنفيكا يدرس التعاقد مع لودي وسط تردد في حسم الصفقة بسبب أزمة قانونية. هل اشتركت في قناة شبكة المشجع الهلالي على اليوتيوب؟ نعم اشتركت، وهي مصدري الأول لأخبار الزعيم الملكي. أنت كمان اشترك، ايش تنتظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، إمام المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا هلا وغلا بجمهور الهلال العظيم، يا أغلى وأوفى جمهور في آسيا كلها. نبغى منكم الهمة والتركيز. لا تنسون يا زعماء تضغطون على زر الإعجاب وتشتركون في القناة وتشاركون بآرائكم اللي تسعدنا في التعليقات. الآن خلونا نخش في نشرة أخبار الزعيم وأخبار منتخبنا اللي تهمنا كلنا. يا ساتر، الإصابة تضرب الحمدان قبل ودية الجزائر. يا جماعة الخير، وصلتنا أخبار مو حلوة بخصوص ولدنا ونجم الهلال والمنتخب عبدالله الحمدان. اللاعب تعرض للإصابة قبل المباراة الودية المنتظرة للمنتخب السعودي ضد الجزائر، واللي بتكون يوم الثلاثاء الجاي في جدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. الحمدان يغيب عن تدريبات الصقور الخضر. حساب المنتخب السعودي على منصة إكس تويتر سابقاً أشار إن المهاجم عبدالله الحمدان ما شارك في التمرين الجماعي اللي كان يوم الأحد، والسبب طبعاً هو الإصابة. الحمدان اكتفى بس بتأدية تمارين خاصة مع الجهاز الطبي بعد ما حس بآلام في العضلة. الله يشفيه ويعافيه ويرجعه أقوى إن شاء الله. ونفس الشيء لاعب وسط المنتخب زياد الجهني كمان سوى تمارين خاصة مع الجهاز الطبي، وهذا خلاه يغيب عن التمرين الجماعي للصقور. على الرغم من كل هذا، المنتخب السعودي واصل تدريباته الجماعية يوم الأحد على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية استعدادا لمواجهة الجزائر الودية اللي بتكون يوم الثلاثاء. المنتخب السعودي بيقابل نظيره الجزائري على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة يوم الثلاثاء الجاي الساعة 7:30 المساء بتوقيت المملكة. بالتوفيق لمنتخبنا يا رب. التعاون يرد على عرض الهلال لضم سلطان مندش. يا جماعة الخير، نادي الهلال يبدو إنه جاد في تدعيم صفوفه. تقدم الزعيم بعرض رسمي لنادي سكر القصيم التعاون عشان يضم الدولي سلطان مندش في فترة الانتقالات الشتوية الجاية. التقارير الصحفية اللي طلعت أكدت إن عرض الهلال صار رسمي، لكن جاء الرد من التعاون. مصادر صحيفة الميدان الرياضي أكدت إن مسؤولية التعاون قالوا لإدارة الهلال إن القرار الأخير بخصوص سلطان مندش هو بيد المدرب البرتغالي بريكليش شاموسكا. المصدر وضح إن شاموسكا ما عنده رغبة إنه يترك أي لاعب يمشي في فترة الشتوية، يعني السالفة شوي صعبة، لكن من المقرر إنهم يدرسون العرض وإمكانية رحيل اللاعب ممكن تكون في نهاية الموسم الجاري إذا كان فيه إصرار هلالي. نتمنى إن الأمور تمشي لصالح الزعيم. الفتح يستهدف 3 أسماء مهمة منهم ثنائي الهلال. في أخبار ثانية تخص النادي، طلعت تقارير في الساعات الأخيرة تقول إن نادي الفتح عنده رغبة قوية إنه يضم 3 لاعبين خلال فترة الشتوية الجاية، وهذا الشيء كان بتوصية من المدرب البرتغالي حقهم جوزيه غوميز. صحيفة اليوم أكدت إن الفتح يبغى يضم 3 لاعبين، والمدرب يبغى يسد النقص في الفريق بشكل رسمي في هذه الفترة. المصدر وضح إن غوميز يبي يضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من الشباب، بالإضافة إلى 2 من نجوم الهلال عبد الله رديف وعبد الإله المالكي، وهذا الكلام كله بيكون في نافذة الانتقالات الشتوية الجاية، وإدارة الفتح بتشتغل عشان تخلص هذه الصفقات. التقرير أشار إلى أن الفتح يستغل الخلاف اللي صاير بين حمد الله وإدارة الشباب، وإن الطرفين ممكن يفسخون العقد، وهذه فرصة للفتح. عادل مالكي ورديف من الأسماء اللي نعتز فيها في الهلال، وننتظر ونشوف وش بيكون قرار الإدارة بخصوصهم. تطورات أزمة رينان لودي. خلاف قانوني يهدد مستقبل رينان لودي مع الزعيم. كشفت تقارير صحفية عن تطور خطير وعاجل بخصوص مستقبل الظهير البرازيلي رينان لودي لاعب الفريق الأول في الهلال. الوضع الحالي فيه خلاف كبير، وفيه اهتمام أوروبي قاعد يتابع الوضع عشان ممكن يضم اللاعب. أزمة جديدة في الهلال وفسخ عقد من طرف واحد.
الظاهر إن سلسلة المشاكل بين لودي وبين نادي الهلال والجهاز الفني مستمرة وما خلصت. التطور الأخير والمقلق هو إن اللاعب راح يفسخ عقده مع الزعيم من طرف واحد. موقع غلوريوزو البرتغالي أكد أن أزمة الظهير البرازيلي رينان لودي تفاقمت بعدما سوى هالحركة وفسخ عقده من طرف واحد. في المقابل نادي الهلال متمسك بموقفه ورافض أنه يوصل لتسوية ودية تنهي الخلاف بين الطرفين. هذا الوضع القانوني اللي صار بين اللاعب والنادي خلى نادي بنفيكا البرتغالي اللي قاعد يدرس أنه يضم اللاعب يصير عنده خوف كبير. النادي البرتغالي خايف أنه يدخل في أي نزاعات قانونية ممكنة أو أنه يتورط ويخسر فلوس في المستقبل، وهذا اللي خلى بنفيكا متردد أنه يكمل في صفقة التعاقد مع لودي في الوقت الحالي. يا جمهور الهلال العظيم، نادينا دائما يمشي للأمام. صحيح إن أي مشكلة أو خلاف يزعجنا، لكن الكيان أهم وأبقى من أي اسم. الهلال عنده القدرة إنه يتجاوز أي أزمة، والثقة في الإدارة القانونية إنها بتحمي حقوق النادي. خلونا ندعم الإدارة واللاعبين اللي بيبقون ونركز على هدفنا. الهلال قمة ما تنزل ودائما وأبدا في الصدارة. يا زعماء، نبغى نوقف مع نادينا في كل وقت. صح إن الأخبار فيها قلق على نجومنا زي الحمدان، لكن الدعوات هي اللي بتجيب العافية. الهلال دائما قوي بلاعبيه وبجمهوره اللي ما يوقف. نبغى نثق في كل قرارات الإدارة والمدرب ونكون سندهم الأول والأخير. الهلال عز وفخر وجمهوره لا يعلى عليه. بالتوفيق لزعيم آسيا في كل محفل. هل تبغاني أبحث لك عن تفاصيل عرض الهلال لضم اللاعب مندش من التعاون؟ يهز مدرجات الذهب بتصريح رسمي عن مصيره ومستقبله. الآن نجي عند ملف لاعبنا الكبير نوغولو كانتي، محور الاتحاد اللي حسم الجدل بتصريحاته الأخيرة عن مستقبله بعد ما طلعت تقارير تتكلم عن تجميد المفاوضات لتجديد عقده الفترة الجاية. يا اتحاديين، عقد كانتي يخلص في شهر يونيو الجاي، وهذا يعني إنه يقدر يتكلم ويتفاوض مع أي نادي في يناير ويطلع ببلاش في صيف 2026. كانتي حالياً مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولية هذه، ولعب أساسي مع الديوك في مباراة أوكرانيا اللي فازوا فيها 4-0 في تصفيات كأس العالم. في تصريح صحفي لفرنسا سألوا كانتي عن مستقبله مع الاتحاد وإذا فيه احتمال يرجع للدوري الفرنسي، وجاوب بكل صراحة إنه ما يدري إلى الآن. وقال زيادة: أنا ملتزم مع الاتحاد إلى نهاية عقدي وما رح يصير أي تطور إلا بعدها، ومو متأكد إذا برجع لنادي باريس FC أو أي نادي فرنسي ثاني. وأكد إنه تركيزه كله حالياً على مباريات الاتحاد في الموسم هذا، وبعدين لكل حادث حديث. شدد على إن هدفه الأهم هو يستفيد من كل دقيقة في سنواته الكروية الجاية، وأشار إلى إنه يتمنى سنة كاملة إنجازات بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأكد إنه فكرة الرجوع للدوري الفرنسي ما هي مستبعدة، بس مو الحين.